ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله سهله وسريعه جدا، وانا عن نفسي بحبها جدا. ده بصل احمر. انا هنعمل كباب حله. كباب الحله عاده بيتعمل ببصل ابيض، بس انا هستخدم البصل الاحمر لان ده اللي متوفر عندي، وهعوضه بحاجه تانية. البصل الابيض بيبقى عاده يعني مسكر عن البصل الاحمر. دلوقتي هقطعه زي ما انتوا شايفين كده. دي كميه البصل اللي احنا قطعناها كلها. انا دلوقتي جبت طاسة على النار، حطيت فيها معلقة سمنة، وحطيت فيها برضو يعني قد معلقتين زيت او 3. هحط دلوقتي نص البصل ده في الطاسة، وهبدأ اشوحه كده، والنص التاني هنسيبه، هنشوف هنعمله هنحطه امتى. ده نص البصل اهوت، نص التاني هشيله دلوقتي. هقلب البصل ده كويس لغاية اما يدبل كده معايا ويتشوح حلو. مش هنزل باللحمة الاول، البصل الاول. دي التوابل اللي انا جايباها: حبهان وكزبره ناشفه والسبع بهارات. وده سكر، انا حطيت سكر يا جماعه عشان طبعا البصل اللي معانا ده بصل احمر، فميبقاش مسكر قوي، فعشان يدي الكرمله الحلوه والطعم المسكر شويه. دي قطعيه اللحمه زي ما انتوا شايفين. خليت الراجل مقطعها لي ما فيهاش دهون خالص، ومقطعها لي قطع صغيره. وبدات بقى كده اقلبها مع البصل. شايفين؟ بوريكم دلوقتي اللحمة لما خدت اللون ده، يعني مش محمرة، بس خدت الشكل ده بالظبط. هبتدي بقى ساعتها ايه؟ انزل بالبصل التاني، بقية كمية البصل، واقلب. دلوقتي بقى ضفت ايه؟ كوباية مية كبيرة، مش الكوباية ال200 ملي، حوالي 250 ملي كده، اللي هي المج الكبير ده. وهقلب كويس. وما تضيفيش الملح دلوقتي. هقلب كويس وهغطيها، وهسيبه بقى لما يعني اللحمة تاخد كده من الصوص. ده معايا بدنجان مشوي، انا شوياه، وهقطعه بقى كويس ناعم جدا جدا جدا. هضيف بقى دلوقتي ليمونة كاملة. انا مش هعمله بالطحينة، انا عايزة اعمله زي ما هتشوفوه دلوقتي. وشوية ملح، وبالشوكة كده اعمله جامد. حطه بقى في البولة، وهحط عليه معلقة اللي هي الشطة اللي احنا بنعملها ديت مفرومة. انا هبقى اعمل لكم طريقتها برضو، دي بيتي، وممكن تحطي عليها هريسة من اللي هي بتتباع كده. خلاص البتنجان جاهز، طعمه خطير، وينفع للناس اللي بيعملوا دايت. هقلب بقى الكباب، وهغطيه تاني. دلوقتي بقى شفته تاني، يعني سبته شوية وبعدين شفته. خلاص كده 3/4 سوا. هبدأ بقى احط ايه؟ الملح، ازود الملح بتاعي، وهقلبه كويس، وبرضه هغطي عليها واسيبها شوية. بعد ما سبتها شوية بقى كده خلاص. شايفين العظمة؟ تحفة، خطيرة خطيرة. اللحمة مستوية، بوريكوا اهوت، شكلها خطير. الريحة بقى يا جماعة، نسيت اقول لكم ان انا في التوابل حاطة كمان قرفة. بحب القرفة مع اللحمة جدا.
دلوقتي بقى هقدمها. خطيرة خطيرة يا جماعة. انا كنت عاملة بقى جنبها رز بشعرية، وعاملة اللي هو البدنجان اللي انتوا شفتوه ده. بس يعني كان الكباب رائع. شايفين شكله؟ حاجة عظمة كده. بجيب من الصوص بقى كمان. هوريكم، شايفين اللحمة اصلا عاملة ازاي؟ مستوية ورائعة، يعني خطيرة. وهدوق لكم كمان من البدنجان، جماله فعلا يا جماله فعلا. والرز مفلفل وتحفة تحفة. الصراحة أكلة سريعة جدا وما خدتش معايا وقت، وطعمها خطير. ده الصوص بقى هدوقه برضو معاكم اهو اوريهولكم. ما خدتش وقت وفي نفس الوقت أكلة رائعة، ويعني ما فيهاش افتكاسات يعني. لو عجبكم بقى، يا ريت لو عجبكم الفيديو تنسوش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعليق حلو منكم. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.